السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى. إن شاء الله كده أقدم لكم فكرة بسيطة أو فيديو بسيط إزاي إن أنت تنضفي الغلاية الألمونيا اللي بتعملي فيه مثلا الشاي أو اليانسون أو الحلبة أو بتغلي فيه مية للشاي. كالعادة احنا غسلنا المواعين وعملت معاكم قبل كده فيديو إزاي تغسلي المواعين من غير ما تصرف في الصابون السائل أو في المية. كالعادة بنغسل المواعين الصبح كده أو في الظهر أو في أي وقت أنت بتغسليها. دي طبعا شكل الغلاية وطبعا بيكون موجود في كل بيت. بتستخدميه للحلبة لليانسون لأي مشروب سخن بتحبي تعمليه. ده غير الغلاية اللي هو الكاتل اللي بتعمليه للشاي بتغلي فيه الشاي، ده غيره خالص، لأن مش معقول هتعمل في الكاتل يانسون وحلبة وحاجات زي كده. فطبعا هو بياخد شكل بيتصبغ من هنا. فالألمونيا بتتأثر بالحاجة اللي بتتحط فيها، فمهما تغسل وتدعك فمش هينفع. فهو بسيط جدا. الليمون عملنا لكم طبعا فيديو ازاي قشر الليمون واستخداماته وازاي تحتفظي بالليمون في الفريزر. ده قشر الليمون انا بشيله وهنحطه هنا، سهل جدا. وهتملي ميه لغايه المكان اللي هو الجزء اللي هو متبقع كده من الغلاي بتاعك، وهتحطيه على النار. هنحطه على النار يغلي وهنشوف هينضف ازاي على طول ان شاء الله معانا. ابتدينا بقى نحطه على النار بالشكل ده كده لغايه ما الميه تغلي خالص بالليمون. هننزله كده من على النار. وبعد كده هنا عندنا برضو الغلاي اللي هو الكهرباء، انا مغطياه كده عشان بس بيعكس الصوره بالشكل ده كده. هحط فيه الميه دي برضو المغليه دي وهنضفه برضو بيها. وبكده بقى بتجيب سلك والصابون السائل بتاعك عادي وبتنضفي فيها كده على طول، بتبقى بتلمع معاكي على طول. جبتها لكم هنا تشوفوها على الحوض اكتر. طب انا لو ما عملتش فكره الليمون دي هنفضل ندعك فيها على قد ما نقدر، ما هنقدرش خالص. اهو بالشكل ده على طول اهو كل السواد اللي في الغلايه طلع. انا سايبه برضو الليمون والميه اللي بتغلي حطاها في الغلايه اللي هي الكهرباء، برضو هنضفها برضو بالطريقه دي بالشكل ده اهو. على طول سهل، على طول ما خدش يعني مجهود. هننزل معانا اهي بالشكل ده. الغلاية الألمونيا نضف معانا اهو، بقت ميته صافية كده لما بتحطيها فيها اهو بالشكل ده نضف معانا. الغلاية اللي هو الكهرباء حطيت فيه برضو اهو زي ما انتم شايفين، بس يعني اهو الإضاءة، وكان لونه كده من جوه مش كويس مع تكرار تغلي المية، فلونه بيتغير من جوه. الاستانلس دي برضو هنضفه برضو بالسلك كده من جوه خفيف كده ان شاء الله، وهينضف معانا باذن الله. كده شكل الغلاية بعد ما نضف معانا. ممكن برضو تستخدميها للحلة، وممكن برضو طريقة تانية، في طرق تانية ممكن بالصابونة اللي هي بريحة، صابونة الوش برضو ممكن تغسلي بيها برضو. والصابونة فيه صابون نوع ابيض كده برضو بتغسلي بيه برضو، بيكون كويس جدا للمواعين. هنا برضو من فكرة كده وصلت. بشكركم جدا لحسن المتابعة لقناة سلمى، والى اللقاء مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.